واخيرا رامز جلال اعلن عن البرنامج اللي هيقدمه السنه دي في رمضان. البرنامج اسمه رامز جاب من الاخر. كتب رامز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. بعون الله رامز جاب من الآخر في رمضان 2024 على MBC مصر، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل برنامج رامز جلال رمضان 2024. البرنامج عبارة عن ان رامز هيجيب ضيفين بينهم خلاف، والضيف وهو رايح هيبقى عارف انه رايح لرامز، والسنة دي رامز هيظهر بنفسه ويستقبل الضيف بنفسه. لكن التركة هنا اللي في البرنامج ان رامز وهو بيستقبل الضيف هيلاقي نفسه بيقع في مرجحة كبيرة بتوديه لبحيرة فيها مية مش نظيفة، وبعد كده هيظهر له تمساح، وبعد كده هيظهر له كلب. والضيف وهو بيحاول ينقذ نفسه هيلاقي الضيف التاني اللي هو على خلاف معاه. ومن الضيوف اللي هيبقوا موجودين مع رامز السنة دي هدى المفتي واحمد مالك، حسن شاكوش وطليقته، مي عمر ونجلاء بدر، محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، نسرين امين ويسرى اللوزي، سمية الخشاب وايتن عامر، مها احمد وفادي خفاجة، حمدي المرغني ومراته. ده غير لعيبة الكرة اللي هو يستضيفهم من الاهلي والزمالك زي كهربا وعبد الله السعيد واكرم توفيق والونش وعبد المنعم وميدو وامام عاشور. كان في اشاعات طالعه ان هو هيستضيف كريستيانو، بس الاشاعه دي مش صحيحه. وده كان كل تفاصيل البرنامج رامز السنه دي. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك وتشتركوا عندي في قناتي للناس اللي لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.